أخي هذه حرب هو من أعلنها وأيد العدوان الخارجي. كان هناك يعني وخرجوا يقاتلون في الشوارع وكانوا يتفاخرون بقتلنا، وحصلت تجاوزات كثيرة لم نتحدث عنها حتى لا تكون مصدر إلهام الآخرين مثلهم من المجرمين. وأنا أقول لك، أنا سأشرح لكم الساعات الأخيرة. طبعا أنا انشغلت بعد بداية الأزمة، انشغلت بالجانب الإعلامي وتهدئة الوضع كما كانت توجيهات السيد، وكان هناك وساطات. لكن ليلة أمس اتصل ببعض الوسطاء من ضمنهم والدي ناصر قايد البخيتي وكذلك الشيخ إسماعيل صالح الجلعي، وقالوا أنه يتواصل بهم الزعيم علي عبد الله صالح من أجل وساطة، لأنهم يعرفون أنهم يعرفونني. فطبعا أنا لم أكن أعلم بما تم في الوساطات السابقة، ولكني قلت لهم حسب توجيهات السيد أنه لا يوجد عندنا أي مانع بالتواصل مع أي طرف من هؤلاء الذين يقاتلوننا، حتى مع علي صالح نفسه، إذا كان هذا سيؤدي إلى رجوعهم إلى الطريق الصحيح. قلت لهم طيب مستعد، ولكن على شرط. الآن هم لم يتصلوا بي إلا بعد أن ضاق الخناق على صالح. قلت لهم الآن طيب، ولكن على أساس أن نحفظ حياة صالح، أن تحفظ حياته وكرامته، ولكن أن ينتهي دوره السياسي، لأنه الآن قد منتهي، لكن أنا في هذا سأستطيع أن أتوسط. بعد ذلك تواصلنا بالقيادة وقالوا لا بأس حول ذلك، وتحرك الشيخ إسماعيل الجلعي في ظل الظروف الأمنية والمخاطر، ووصل إلى عند علي صالح وطرح عليهم هذا الموضوع، لكنهم لم يوافقوا. وأيضا أنا كلمت إسماعيل الجلعي وقلت له يعني الأمر سينتهي خلال ساعات، يعني الآن ليس أمامه مفر، فيجب عليه أن يقبل. حتى إسماعيل الجلعي عندما وصل لنا قال لا، هناك 7000 مقاتل ولا يمكن حسم المعركة. قلت لا، المعركة ستنتهي، لأن هناك قرار بحسم المعركة، لا يمكن أن يعني المعارك هنا وهنا لن تنتهي إلا بحسمها هنا. لم يقبلوا. بعد ذلك أنا اقترحت مقترح من جانبي، لم أستشر فيه القيادة، ولكن قلت مقترح من جانبي كوسيط، تحولت إلى وسيط، وقلت له طيب اطرح على علي صالح إذا كان يقبل هذه الشروط في ظل إقامة جبرية، يعني ليس سجن. طرح عليهم هذا الموضوع، رفضوا رفض قاطع. الصباح يتصل بي الوسيط، لا كان لا زال هناك في بيت علي صالح ومعه، قال لي يا أخي كلامك صحيح، الآن القوات الأمنية وصلت إلى البوابة. قلت له، قال فما رأيك الآن، إيش الجديد؟ قلت له الآن نعود إلى الحل الأول. أنا لا أستطيع مثلا الآن نقول إقامة جبرية، لكن الحل الأول الذي طرحته والذي قد استشرت فيه، وهو أن نضمن حياة صالح ومن معه وكرامتهم على أن يسلموا أنفسهم. كلمهم قالوا لكن يريدون اتفاق. قلنا لا بأس، أنتم الآن سلموا أنفسكم، لأنه الآن المعركة انتهت، من أجل الحفاظ على حياتكم وكرامتكم، وإحنا مستعدين نحافظ عليها رغم كل ما عملتوا، لأننا ليس هدفنا قتل صالح ولكن إنهاء دوره السياسي، لأنه أثار فتنة وأعلن علينا حرب. لم يتقبلوا هذا. قلنا طيب نحن سنكون منفتحين على الاتفاق مع صالح ومن معه على أي اتفاق أو حل في مصلحة الوطن، لكن الآن ما وقته. طبعا رفضوا، وأنا حتى استعديت أني أذهب إلى هناك رغم المخاطر من أجل أن أضمن خروجهم بدون أن يمسهم، بدون يعني أن تهان كرامتهم أو من هذا القبيل. لكن طبعا رفضوا، وفي النهاية عاد الوسيط، وصالح حاول أن يفر لكنه في النهاية قتل. إذا قتل هناك معركة. لو استطاع صالح أن يقتل السيد حسين، أن يقتل السيد عبد الملك بعد أن قتل السيد حسين، لقتله.